السلام عليكم حبايبي. النهارده هنعمل لكم طريقه الكاتشب بطريقه سهله وبسيطه. تعالوا بقى معايا نشوف المكونات ايه والطريقه ايه. معانا حبايبي اهي الطماطم، هنقي بقى الحمراء ونغسلها وبعدين نقطعها كده. خلاص حبايبي، بعد ما غسلتها قطعتها هضربها بقى في الخلاط. انا هعمل على قد الاسبوع عشان ما فيهاش مواد حافظه. كده خلاص ضربناها، هنصفيها بقى كده حبايبي. نصفي الطماطم خلاص اهو. خلاص صفيناها بقى، نرفعها على النار. تعالوا بقى معايا نرفعها على النار. بصوا حبايبي كده رفعنا عصير الطماطم على النار، لسه ما حطينالهوش اي حاجه، خلينا بس يسبك شويه وبعدين نحط له التوابل. بصوا حبايبي كده خلاص اهو. بصوا تعالوا بقى نشوف التوابل هنحط ايه. بصوا معلقه صغيره نشا اهي، وبعدين معلقه نص معلقه صغيره توم باودر وفلفل اسمر وملح وبصل باودر ومعلقتين كبار سكر، اوكي، ونص كوبايه ميه اللي هندوب فيها النشا. بصوا احنا مش هنكتر نشا يا جماعه، على اساس ان احنا عاملينها تقيله، والنشا نخليها عامله زي المهلبيه، احنا عايزينها خفيفه. خلاص يا حبايبي، تعالوا بقى على البوتاجاز كده يا حبايبي. هنحط التوابل ونقلب. اهو شفتوا، اهو ده اللي انا بقول عليه. بصوا احنا عاملينها تقيله، احنا مش عايزين كمان النشا يتقلها قوي. ميه بالنشا ونقلب بسرعه. بصوا حبايبي، هحط لها قيمه معلقه خل، اطفي عليها بقى ونقدم طبق. بصوا القوام، بس عشان لسه سخن كمان تحفه طعمه والريحه. بصوا تعالوا بقى نقول عملنا ايه. جبنا الطماطم غسلناها وقطعناها وضربناها في الخلاط، وبعد ما ضربناها في الخلاط صفيناها كويس، وبعدين رفعناها على النار لحد ما قصرت، وبعدين حطينا التوابل اللي هو الملح والفلفل والثوم باودر وبصل باودر ومعلقتين سكر ومعلقه نشا، وبعدين حطينا كمان ايه في الاخر معلقه خل. كده حبايبي يكون طبقنا خلص النهارده. عملنا الكاتشب بطريقه سهله وبسيطه وبدون مواد حافظه عشان خاطر ولادنا. حمرنا جنبيه بطاطس للولاد اللي بتحب الكاتشب، احنا مش عايزين نديهم الايام دي مواد حافظه. عجبكم الفيديو، عجبتكم الطريقه، يا ريت شير ولايك واشتراك في القناه عشان يوصل لكم كل جديد حبايبي. طب نجرب. بصوا القوام، بصوا يا جماعه تحفه والله تحفه. بألف هنا حبايبي. السلام عليكم.